السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا بفيديو جديد وقصة جديدة. لكن قبل ما نبدأ برواية القصة صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننطلق لقصة اليوم. بتقول صاحبة القصة: أنا بنت واسمي سمر، وعندي أخين وأخت وحدة. إحنا من عائلة مرة غنية، وأنا درست لين ما خلصت الجامعة، وبعدها جاني نصيب وتزوجت. وكان زوجي أكبر مني ب5 سنوات، وأنا كنت أحب الموضة والكشخة وأحب أكون أنيقة مرة، وكنت كمان مغرورة بحالي. وحياتي مع زوجي جدا جميلة، عشت ملكة في بيت زوجي، كان يدلعني ويعطيني كل شي بتمناه، وكان زوجي يعشقني بجنون. ومر على زواجنا 3 سنوات، وهذه ال3 سنوات كانت أحلى أيام العمر. استغنيت عن كل صديقاتي وزميلاتي بالمدرسة، حتى أهلي ما كنت أروح لهم، يعني ما كنت أزورهم، كنت مع زوجي واكتفيت فيه، وعايشة حياة لا توصف بالمرة. وكنت مو محتاجة أحد، لأن زوجي مكفيني في الدنيا وما فيها، والمشاكل عمرها ما صارت بيننا ولو مشكلة صغيرة أبدا، إلين ما حملت. وقتها فرحنا وفرحتنا ما توصف أحد. قال لي هذاك اليوم زوجي إنه رح نسافر بمناسبة هذا الخبر السعيد، وسافرنا طبعا، وقضينا الشهر، ورجعت بيت زوجي وكنت مثل الأميرة. وكان كل يوم يمر علي أحب زوجي أكثر وأكثر، وزوجي نفس الشيء، كان يحبني بجنون ومتعلق فيني مرة. ومرت الشهور وولدت وجبت ولد، وكانت فرحتنا ما توصف أحد. الكل جاء عندي وبارك لي. في الفترة هذه اللي أنا كنت نفاس فيها كانت بداية حزني وألمي. طبعا قضيت النفاس بيت أهلي، وزوجي كان يمر لعندي كل يوم يتصل ويسأل علينا وأنا وولده. وبعد أسبوعين من ولادتي زوجي تغير، صرت كل ما أتصل عليه جواله مشغول مشغول. كنت أقول يمكن يكلم صاحبه ولا أمه، كان دايما مشغول. ويوم دقيت عليه ورد علي بسرعة، وكان كذا رده كان بأسلوب يجرح مرة. كان يقول لي إيش تبغين فيني، شغلتيني انتي واتصالاتك هذه، دقيتي وأنا مشغول، خلاص لا عاد تتصلي، لما أكون فاضي راح أتصل عليكي. وسكر الخط على وجهي، وأنا زعلت مرة منه. يعني أنا ماني متعودة إنه يعمل فيني كذا أو يكلمني بذا الطريقة، بس صار كذا ما عاد يسأل علي مثل أول، ولا يتصل، حتى ما يرد على رسايلي أبدا. لين جاء اليوم يلي خلصت فيها النفاس، وهو كان واعدني إنه لما أخلص النفاس نطلع مع بعض ونتمشى كذا أنا وياه. هنا أنا انصدمت لما أرسل لي رسالة يقول فيها خلي السواق يوديك لبيتك. فاتصلت عليه وتناقشنا، وأصريت إنه هو يلي يرجعني. فهو جاني وأنا كنت بكامل زينتي، أهلي كذا انبهروا فيني. دخلت على بيت زوجي كمان أهله انبهروا فيني مرة، إلا زوجي كان كذا يصدني. فحسيت هذاك الوقت إنه ما عاد يبغاني. فدخلنا شقتنا ولاحظت إن زوجي خلاص تغير، ما أعرف ليش، جالس كذا ساكت، طلع كذا لبس وحط راسه ونام، ما أدري إيش فيه. فأنا قمت بدلت وحطيت راسي وكمان نمت. فأنا ما حبيت أسأله، مع إن قلبي كان على نار. فاستمريت على هذا الوضع فترة كذا، كنت كل يوم أسأله إيش بك، إيش صاير معك، كلمني. كان يقول لي ما في شيء. حاولت أفهم منه الموضوع وإيش يلي غيره، بس ما قدرت أعرف أبدا. جالس كذا صامت، ما أعرف إيش يلي ورا هذا الشيء. فأنا والله كنت أتحمل، لأني كنت أحبه، كنت والله أبغى بس رضاه وسعادته، بس ولا تغير فيه شيء، إلا زاد يهينني ويضربني ويتكلم علي، وكمان ما عاد يهتم فيني مثل أول. وحياتي خلاص صارت تعيسة، والله إنه نزل وزني مرة، وجهي صار شاحب، صارت حياتي كلها إهانات وضرب وصراخ طول الوقت، إلين ما جاء اليوم يلي اكتشفت فيه السر. فمرة من المرات طلعت مع زوجي وكنا كذا بالسيارة وتناقشنا على شيء تافه، وأنا أصلا من النوع الهادي، يعني ما أجادل ولا أناقش. فهو كان ينقهر، يعني ليش ما أرد، ليش ما أصارخ. فبلحظة غضب كذا وإحنا عم بنتهاوش،
وإحنا بالسيارة طبعا. كان مسك راس كذا وهدشوا على القزاز السيارة. كان في رجال جنبنا شاف زوجي وهو عم بيضربني، فركض هذا الرجال لعندنا ونزل زوجي كذا من السيارة وقام يضربه ضرب الله لا يوريكم. وكان يسب ويقول انت ما انت رجال تمد يدك على حرمة ومدري ايش. المهم والله انه برد خاطري فيه، قلت والله انه يستاهل، وكنت ابكي من الوجع. وكمان اتجمعوا ناس وصاروا يفكوا الرجال هذا وزوجي كان يقول خلاص يا جماعة ما في شيء، حصل خير، هذا واحد من قرايبي، لأنه ما كان بده تكبر المشكلة أكثر. وركبنا السيارة ورجعنا للبيت، وكنت أطالع فيه كذا يا الله، كان مرة يخوف لأنه خلاص ناوي لي على شر، الله يستر بس. فوصلنا البيت وأنا أرتجف، كنت خايفة منه ومرعوبة. فدخل البيت كذا ومسك يدي وسحبني للغرفة وسكر الباب وقام يضربني ضرب الله لا يوريكم. كنت أصيح وأبكي، ما قدرت حتى أدافع عن نفسي. فبعدها خلاص ما تحملت، رحت على بيت أهلي بس ما كلمتهم إيش اللي صار معاي. جلست عندهم فترة كذا ورجعت بيت زوجي، بس ما بطل يضرب ويهين. عشت 4 سنوات على هذا الحال إلين عرفت إنه يخونني. كيف عرفت هذا الشيء؟ عرفته يوم كان زوجي كذا تعبان، كان تعبان مرة لدرجة إنه ما يقدر يقوم من على الفراش. فجاءوا أخوان ودوه للمستشفى، فأنا رحت عنده اليوم الثاني عشان أطمن عليه وكذا، بس كان يطالع فيني كذا بنظرات كره ومو طايقني. وأنا كنت والله أعتني فيه واهتم فيه لأني كنت والله أحبه مرة. فمر أسبوع وزوجي بالمستشفى وأنا جالسة جنبه واعتني فيه. فخرجت من عنده أبغى أروح أجيب موية، فصادفت كذا عامل معاه باقة ورد وعليه كرت ويدخله كذا لغرفة زوجي. فأنا أخذت منه الباقة، فتحت كذا الكرت وطلع من وحدة زوجي يعرفها، لهم 3 سنوات مع بعض. تعبت كذا لين عرفت كل تفاصيل هذا الشيء اللي بينه وبينها. كانت تعطيه رسائل حب وغزل. فأنا أخذت الورد هذيك وحطيتها بالزبالة وشقيت هذاك الكرت ودخلت على زوجي. أول ما شفته خلاص صرت أبكي، ما قدرت أتحمل وكنت أتحسر على عيشتي معاه. حسيت نفسي إني بالفعل إنسان غبية وضعيفة، حتى ما سأل عني يعني ليش كذا أنا منهارة وأبكي. فجلسنا كذا صامتين، ما هو يتكلم ولا أنا أبدا. فجلست عنده شوي وطلعت خلاص الشك ذبحني. فرحت كذا فتشت بسيارته ولقيت بالدرج السيارة رسائل وكلها حب وغزل وأرقام بنات، ولقيت كمان مناديل فيها عليه كذا حمرة. صراحة حسيت إنه إنسان قذر وما يستاهلني أبدا. فسكت وقلت بشوف لين راح يوصل وين نهاية هذا الحب. وبعدها طلع زوجي من المستشفى، وصلنا البيت وأول ما نام رحت فتحت جواله، لقيت العجب فيه، لقيت صور مع بنات كثيرة وصور كذا مرة قذرة. كنت كذا أشوفهم وأندم والله إني كنت أصيح لما أشوف هذه الصور. كنت أبكي إلين نمت هذاك اليوم بمكاني. وبعد ما قام زوجي كذا من النوم خلاص ما تحملت، فصارحته بكل شيء. كنت أقول له وأبكي، تتوقعون إيش كانت ردة فعله؟ قام ضربني وشدني كذا من شعري ويطردني من البيت. كان يقول لي خلاص اطلع من بيتي، أنا ما أبغاك، خلاص افهمي يا بنت الناس، أنا ما عاد أبغاكي، لا عاد ترجعين، ما بدي حتى أشوف وجهك. فرحت هذاك اليوم لبيت أهلي وأنا منهارة وعيوني متورمة من كثر البكاء، وجسمي صار عليه كذا دكمات من الضرب يلي كان يضربني. أهلي شافوني كذا خلاص انجنوا، كانوا يقولون ليش ساكتة، ليش كذا انتي كل هذه السنين تتحمليه، ايش قاعدة تسوين عنده وهو كذا يهينك ويضربك؟ فقالوا أخواني خلاص هذا ما يصير معاه إلا نرفع عليه قضية ويتحاسب على كل شيء عملوا فيكي. وأمي كانت كذا تشوفني وتتحسر علي. فكنت والله العظيم أحس إني إنسانة ضعيفة ومنهارة، كنت والله مقهورة وأبغى أحد يساندني. رغم كل هذا الشيء رفضت إني أرفع عليه قضية وإنه أحد يكلمه، وقلت خلاص لا أحد يتدخل. بعد أسبوع اتصل علي زوجي وكان يحاول إنه يراضيني وأنا كنت أرفض. فمر 2 شهر وأنا في بيت أهلي، ورجعت بعدها لبيت زوجي
كنت أبغى زوجي يرجع مثل قبل. فرحت الصالون، ركبت رموش دائمة ونمصت وعملت وشم. أيوة، عملت وشم عشان زوجي. عملت كل شيء يغضب رب العالمين عشان زوجي. كان كل هذا عشان كذا ينبهر فيني بجمالي. وزوجي ما كان يشوفني ولا شيء، ما كان يشوفني كذا كزوجة أبدا. عندما أروح لعنده كذا وأنا بكامل زينتي ومتكشخة يصد عني. فحسيت إنه خلاص ما عاد يبغاني أبدا. فمرت سنتين وأنا على هذا الحال. فبهذول السنتين اللي مرت ما عاد كنت أشوف زوجي أبدا، حتى لو ألقاه كذا بالصدفة يعني. كله سب وشتم ومضاربات. صرت أكره البيت لدرجة إني خلاص مثل المجنونة صرت أجلس كذا برا البيت. كنت أحاول إني أجذب زوجي بأي طريقة، وهذه الطريقة أصلا كانت خطأ. وأنا والله العظيم كنت أعرف إنه يلي يغضب رب العالمين عمره ما يعيش. فمرة من المرات كنت كذا أتمشى بالسوق وتخيلون وأنا بكامل زينتي، فمرت علي كذا حرمة كبيرة بالعمر، كانت متسترة ومتنقبة. فقربت مني وقالت لي السلام عليكم. قلت لها وعليكم السلام. قالت لي بسألك سؤال وأتمنى إنك تجاوبين عليه. قلت لها وأنا كذا بكامل غروري اتفضلي اسألي. وكنت حاطة ببالي إنها راح تسألني عن الميك اب اللي حاطه في وجهي، في أي ماركة، أو إيش خامة عبايتي المخصر الجميلة، أو عطري اللي بيفوح ملان السوق. فانصدمت منها إنها تقولي أنت عارفة إنه راح يجي يوم وتندمين على كل شيء اللي في وجهك هذا، على كل شيء اللي بتعمليه. فأنت مو عارفة إنك مطروطة من رحمة الله لأنك تسوين هذا الشيء، فهذا الشيء يغضب رب العالمين وانتي راح تتحاسبين على كل شيء. فراحت الحرمة كذا وظل كلامها بإذني. فرحت كذا للبيت وتندمت والله إني كنت أبكي. شفت كذا حالي بالمراية وكنت والله أبكي وأصيح، وتندمت على كل شيء، على كل شيء كنت أسويه، فهذا الشيء حرام. فقررت إني أتوب توبة نصوحة لرب العالمين. كنت أتقرب من ربي أكثر وأكثر. كنت والله العظيم أقوم بالليل كذا أتوضى وأصلي وأمسك المصحف. تخيلون بعد 5 سنوات أصلي وأمسك المصحف. كنت والله العظيم أقرأ القرآن وأنا أبكي. فالحمد لله إني تقربت من ربي. فجلست على هذا الحال فترة كذا وأنا ما أترك لا الاستغفار ولا صلاتي ولا حتى القرآن. فجاني يوم كذا زوجي وهو كذا وجهه شاحب، جاء لعندي كذا ومسك يدي، كان يبكي يبكي ويقول لي سامحيني سامحيني يا سمر، أنا ظلمتك كتير، أنا والله العظيم إني قسيت عليكي، وأنا متندم على كل شيء، على كل لحظة اللي قضيتها معاكي وأنا أضربك وأهينك، فسامحيني أرجوكي. فرجع لي الحمد لله زوجي مثل قبل وأحسن. فأنا كنت والله أقول له خلاص أنا سامحتك وأنا أصلا متندمة على كل شيء كنت أسويه. فرجع لي الحمد لله مثل قبل. فأنا تحمدت رب العالمين على كل شيء، فإن شاء الله إن ربي يغفر لي في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. فالحين أنا لي متزوجة من زوجي 10 سنوات وعندي منه 3 أطفال، الله لا يحرمني منه ولا من أولادي. بس وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة. أتمنى أنكم قد استفدتم منها، ونلقاكم في قصة جديدة بإذن الله. مع السلامة.